والآن كلمة الأحزاب الأربعة المكونة الائتلاف الحكومي. أرحب بالسيد راشد الغنوشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد الرئيس الباجي، سيادة الرئيس قائد السبسي مؤسس نداء تونس ورئيس دولتنا المبجل السيد محمد الناصر رئيس مجلسنا الموقر، السادة قادة نداء تونس، السيدات والسادة المناضلين والمناضلات في نداء تونس، باسمي الشخصي وباسم إخوانكم وأخواتكم في حركة النهضة نهنئكم بمؤتمركم التأسيسي. هذا العرس الذي تحتفي به تونس اليوم ويهيمن على المشهد السياسي، أردت أن أبارك لكم بمؤتمركم وأن أعبر لكم عن سرورنا بعقد هذا المؤتمر، إيمانا منا بأن نداء تونس حزب ديمقراطي متأصل في الحركة الإصلاحية هو مصلحة لتونس، هو مصلحة للنهضة نفسها. لأنه لا ديمقراطية حقا بدون توازن، ولا شك أن نداء تونس صنع توازنا في الحياة السياسية. نحن نرى في تونس طيرا يحلق في السماء بجناحين النهضة والنداء، ولكن الطائر ليس مجرد جناحين، هو جملة، بحيث الطائر يحتاج إلى الجميع. طائر تونس، بل باخرة تونس ينبغي أن تحمل كل التونسيين والتونسيات، لا تلقي بأحد. ما كنا
سعيدة تقديري أنا سعيد بنداء موحد قوي، كما أني متأكد من أن فخامة الرئيس سعيد بنهضة قوية موحدة أيضا. نحتاج إلى تأكيد منهج التوافق الذي أكد عليه فخامة الرئيس أنه استراتيجي ما هوش تكتيكي، أنه طريق لتونس. وهذا التوافق توافق بين القديم والحديث، توافق بين الإسلام والحداثة، توافق بين الإسلام والديمقراطية، توافق في تاريخنا نحتاج إلى أن نجمع هذا التاريخ فلا ينقض بعضه بعضا. هذا التاريخ الإصلاحي الذي انطلق في القرن التاسع عشر مع المصلح خير الدين وتواصل مع الثعالبي ومع الرئيس بورقيبة ومع بن يوسف، كل هذا طريق، كل هذا جزء من تاريخنا، ونحتاج إلى سياسة التوافق لتوفق بين كل ذلك ولا تضرب بعضه ببعض. سياسة التوافق تقتضي اليوم التوفيق بين رجال الأعمال وبين اتحاد الشغل. نريد تشاور وتوافق لأن بلادنا تحتاج إلى هذا، رئيسنا قام بدور كبير في الدفع نحو التوفيق بين المصالح المتناقضة بين العمال وبين الأعراف. تقديري أن هذه السياسة هي المخرج، هي الطريق، هي الاستراتيجية، هي التي تجعل الطائر التونسي يستمر في التحليق والإنتاج. والله يبارك عملكم ويحفظكم ويعلي بكم راية تونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لرئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي على هذه الكلمة القيمة والتاريخية في أول مؤتمر لنداء تونس، من خلاله نحيوه ونحييه كامل مناضلي حركة النهضة.